السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو عملته. النهاردة ان شاء الله فيديو بسيط جدا. هنعمل اكلة سهلة وبسيطة وموفرة جدا. طبعا الغلا بقى على الكل والحاجة كلها بقت غالية. لكن اهي دي ارخص برضو ايه من الاكلات التانية اللي مكلفة جدا. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. جبت جزرتين وقطاية. القطاية دي كان حسن كان قاطم منها كده قطمة، قلت مش هرميها يعني اكيد. غسلتها هي والجزر وقطعتهم كده زي ما انتوا شايفين معايا، عشان ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض في الفيديو ده شوربة عدس. طبعا بتدفي جدا في الجو التلج اللي احنا فيه ده. الجو بقى بيبقى بيمطر او ساقعة خالص او كده. الاكلات طبعا اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها، العدس، المحشي، القلقاس، كل الحاجات دي ايه بتاعت الجو الساقعة قوي. بس قشرت كده البصلاية وهبتدي ان انا ايه اقسمها 4 تربع كده زي ما انتوا شايفين معايا. تمام. وبعد كده هناخد بقى الخضار بتاعنا ده ويلا بينا على البوتاجاز. بدأت ان انا ايه ولعت العين كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت حلة على البوتاجاز وفيها مية. تمام. وبعد كده هنزل بالخضار بتاعي ده. على فكرة انا بنزل لكم الفيديو ده وانا مترددة جدا ان انا امنتجه وانزله لكم. شايفاه يعني ايه حاجة آه حاجة سهلة يعني جدا، وكلكم طبعا تعرفوا تعملوا العدس ده وكده يعني. بس قلت يعني لعل وعسى يمكن في مثلا بنوتة صغيرة لسه بتتعلم الطبيخ ولا حاجة تشوف الفيديو تستفيد منه. ده غرض منه كده والله مش اكتر يعني. واشارككم كمان يومي ده كان يوم الخميس. تمام. عملت بقى ايه شوربة العدس دي. المفروض والله اني انزل السوق وكده والسوبر ماركت واجيب حاجات بقى بتاعت اول الشهر وكده الخزين. لكن منزلتش امبارح، معرفتش طبعا انزل. تعرفين طبعا اللي بيبقى معاها اطفال دي بيبقى وقتها مش ملك نفسها خالص. تمام. آه كده هو العدس بعد ما استوى. تمام. فيعني طبعا انا بستنى بقى ايه محمد لما يوم مثلا جاي من الشغل بدري او يوم اجازة وينزل بقى معايا، عشان انا يعني معايا طفل عنده 2.5 سنين ولسه ومعايا بيبي لسه مولودة ما كملتش شهرين. ازاي بقى ان انا هنزل بيهم هما الاتنين لوحدي واجيب خضار وحاجات من السوق او سوبر ماركت وكده؟ مش هعرف خالص. فبستنى بصراحة محمد، يا اما زي ما بقولكوا كده، يا اما يوم يكون جاي من الشغل بدري، يا اما يكون يوم اجازة عشان اجيب حاجتي. تمام. غير كده بقى بقضي والله آه اي حاجة من البيت. بحاول على قد ما اقدر ما نجيبش اكل من بره خالص، لان الاكل من بره مش نضيف ومفهوش بركة، ما بيشبعش وغالي يعني، دمار من كله. بنيجي بعدها بساعتين 3 جعانين تاني. بصوا كده هو كنت فرمته. طبعا مش عاوزة اوسخ مواعين كتير بقدر الامكان. هما يدوبك 3 حاجات أو 4 حاجات اللي بهدلتهم يعني. تمام. الحلة اهو فضيت بقى الشوية التانيين دول العدس اللي عايزين يتفرموا، فضيتهم في الخلاط عشان افرمهم. وبعدين بقى نفس الحلة اللي سويت فيها العدس هحمر فيها الشعرية. تمام. يلا هانت بقى. كلها حاجات بسيطة وان شاء الله اتم الالف مشترك بفضل ربنا ثم بوقفتكم معايا. شجعوني كده عشان اقدر اكمل معاكم، لان بصراحة بيجي عليا وقت كتير جدا ببقى محبطة ومش عايزة اصور لكم فيديو ولا انزل حاجة، ولا ببقى محبطة كده وما عنديش اي طاقة بصراحة. فشجعوني بقى كده عشان اقدر اكمل واعمل لكم فيديوهات اكتر واجمل ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعلني عند حسن ظنكم يا رب دايما.
كده بقى ايه حمرت الشعرية اهو زي ما انتوا شايفين، وبعدين نزلت عليها ايه بالعدس بتاعي. عايزه اقولكم ما شاء الله لا قوة الا بالله، طعمها كان تحفة جدا جدا يعني، كانت جميلة. بصوا كده خلاص اهو بغرف في السلطانية دي. السلطانية دي بطلعها من النيش مخصوص عشان اغرف فيها شوربة العدس لانها مش موجودة عندي في المطبخ دايما، بطلعها بس ايه لشوربة العدس كده وخلاص. بصوا بقى حتة السمنة دي اللي بحطها كده على الوش والعدس سخن كده بتسيح فيه، بتخلي بقى طعم العدس تحفة بجد، تخليه طعمه حلو قوي قوي. محمد اللي معلمني الحركة دي. بس والعيش بتاعي هو المفقع. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. واشوفكم على خير في فيديو جديد. متنسوش بقى تشجعوني، اضغطوا لايك واشتراك للقناة، ومع السلامة.